الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبارك الله بكم، وأسأل الله أن يديم علينا وعليكم الخير والفضل والبركة والعافية يا رب. إني أسألك وأنت ربي وأنت خالقي وأنت إلهي، لا إله إلا أنت، ما أعظمك وما أكرمك وما أجودك يا رب. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك اللهم وأنت خير مسؤول، وندعوك وأنت خير من يدعى. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. حياكم الله. الوهاب، يا سلام، الوهاب، وهاب من الوهب والعطاء، فالله وهاب. تكرر هذا الاسم في القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب أعطيني هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب أعطيني هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. يعني هذولا الذين يعبدوا من دون الله في عندهم خزائن، عندهم شيء مما يعطيه ربنا، يملكون شيئا؟ لا والله. وقال رب اغفر لي. شوف دعاء سليمان عليه الصلاة والسلام: وقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. شوف الطلب قديش كان عالي. شوف سليمان كيف يطلب، دائما طلباته فوق، مش يا ربي بس أعطيني $100، ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. مين وهاب غيرك يا رب؟ طيب يا ترى ما معنى الوهاب؟ الوهاب الذي يعطي بغير مقابل. الآن مثلا رحت أنا مثلا أعطيتك كتاب، أنت تهديني مقابل كتاب، لأنه في مقابل. أعطيتني كتاب، أعطيك كتاب، هذه هدية، إهداء بمقابل. الهبة من دون مقابل، الهبة من دون مقابل. خلاص جاء في بالي أنا أهبك كتابا. الهبة من دون مقابل ومن دون حاجة إلى الموهوب له. يعني الله شو حاجته؟ ولا شيء. ليش يعطينا الله؟ هل لأجل أنه الله بحاجتنا؟ لا. هل الله يريد يكافئنا على أعمالنا؟ شو أعمالنا بالنسبة إلى نعمة البصر، إلى نعمة الذوق، إلى نعمة الشم؟ ما في. فالله يعطي العبد بلا مقابل، بلا مقابل. بل يهب الله العاصي. لاحظ، يهب الله الطائع، يهب الله العاصي، يهب الله المؤمن، يهب الله الكافر، كل الناس.
هل الآن شم الهواء ما هو هبة؟ هبة. شم الهواء هبة. شرب الماء البارد هبة. شرب الماء البارد هبة. منين أجا؟ من السماء. إنك أنت الوهاب. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا كان سوينا مالح ما عاد تقدر تشربوا منه شيء. أفرأيتم النار التي تورون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. وين؟ يلا خلينا نشوف. ابنك انت اللي جبته؟ ابنك انت اللي جبته؟ انت اللي خليت الحيوان المنوي واحد من مئات الملايين يخترق البويضة؟ انت؟ عينك انت اللي جبتها؟ شمك انت اللي جبته؟ لا. فذلك الوهاب الذي يعطي أولا بغير مقابل ولا مكافأة وبغير عدد يحصى. هذا هو الوهاب. يعطيك بغير عدد يحصى. كيف؟ ماذا قال الله تعالى؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله. اي والله يا سلام. الذي يعطي يهب. ما أنواع الهبة؟ يهبك الصحة، يهبك المال، يهبك الهداية، يهبك. لاحظ مثلا من أنواع الهبات مثلا ما ورد في القرآن ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. يهب، أعطيك الرحمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة. يا ربي ارأف فينا، يا ربي ألطف بنا وهب لنا من لدنك رحمة. قال الله تعالى قال في حق قال فوهب لي حكما وجعلني من المرسلين. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب. يا سلام. هذا في حق سليمان عليه الصلاة والسلام. يهب وهاب يا الله. لأن ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا. من هذا؟ هذا أيوب عليه الصلاة والسلام. ووهبنا له تمام أهله ومثلهم معهم. هبة من الله. يعني أيوب أخذ العقاقير والأدوية وكان بالمستشفى لما طاب، ولا طاب من الله، ولا شفاه الله سبحانه وتعالى؟ شفاه الله سبحانه وتعالى. الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة ووهبنا لداود سليمان. الله الله الله. يا سلام هالوهاب. قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. شوف اسم الوهاب، ما أعظم الله وما أكرم. يا رب الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق
إن ربي لسميع الدعاء. قال الله سمع دعائي فوهبني. عشان هيك يا أخواني الوهاب سبحانه وتعالى. الآن أسألكم سؤال وأنتم تجيبون عليه، سؤال واحد أنتم بتجاوبوا عليه: أيهما أكثر، هبات الله لنا بالطلب أم هباته لنا من دون الطلب؟ هبات الله لنا بالطلب أم هبات الله لنا من دون الطلب؟ جاوبوا. أيهما أكثر، هبات الله لنا بالطلب ولا هبات لنا من دون الطلب؟ والله هبات من دون طلب أكثر. السؤال الثاني، يلا جاوبوا أنتم: هبات الله لنا على الطاعة أكثر أم هبات الله لنا ونحن على المعصية أكثر؟ الله لنا وإحنا على الطاعة أكثر ولا إحنا على المعصية أكثر؟ يلا جاوبوا. والله إحنا على المعصية أكثر، والله إحنا على المعصية أكثر. لا، إحنا بنتكلم عن واقعنا إحنا. الله أعطانا على المعصية أكثر ولا أعطانا على الطاعة أكثر؟ ما إحنا مقصرين من راسنا لرجلينا. نفس هذا مش يعطينا يلا وإحنا تاركين الصلاة، وإحنا والله مثلا على المحرمات، وإحنا تمام، وإحنا على المعصية أكثر. أيوة، فمن باب أولى أنه يهبنا ونحن نطلبه ويهبنا ونحن نطيعه. فهمتم كيف المعادلة الجميلة؟ طيب، هذا المفهوم لما أنت تضع في دماغك وتستشعر به تقول صدقوني، وأنا مرة كنت على معصية إنه الله وهبني الستر، وكنت على المعصية ورب العالمين وهبني فلوس، وكنت تمام. فهمنا الله يرضى عنكم. كيف ما فهمتم؟ كم مرة أنت اجلس بينك وبين نفسك، كم مرة أنت قصرت الله وهبك؟ طب ما بيعطيك فلوس، يعطيك صحة، يعطيك عافية، وما يفضحك الله وانت على المعصية. بتكون رايح برجلك على المعصية، والله سبحانه وتعالى يهبك مواهب كثيرة. ليه؟ لأنه رب ويعرف عبده، وبعدين هو سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. كريم. فتخيل معي إنه حياتنا مليئة بالذنوب والمعاصي، ومع ذلك يهبنا. إذا كان كما قال أحد السلف: إلهي إذا كان هذا عطاؤك بمن جحدك وكفر بك، فكيف عطاؤك بمن أطاعك وآمن بك؟ يا ربي، إذا كان هذا فعلك باللي يعصوا الآن ينكروا وجود الله، واللي فاتحين أبواب الحرام وإلى غير ذلك، تمام، والله يهبهم. تعرفون أعظم المواهب؟ تعرفون شو أعظم المواهب؟ أن يمهلك الله. ما بده يموتك، بيفتح لك اليوم وبكرة وبعد بكرة، يفتح لك. تمام. ايوه، سبحان ما أعظم. فتخيل لما تكون أنت على الطاعة، وتخيل لما أنت تكون تطلب. واضح؟ لذلك إعمال اسم الوهاب في حياتنا يشعرك أن الكون بين يديك. والله يشعرك أن الكون بين يديك، يشعرك أن الكون وهاب. أنا من ربك؟ قال ربي الوهاب. من إلهك؟ قال إلهي الصمد. من خالقك؟
الرب. من يتولاك؟ الله. شو معنى الله؟ شو معنى الرب؟ شو معنى الصمد؟ شو معنى اللطيف؟ شو معنى الوهاب؟ الذي يعطيك بلا طلب، ما طلبته أنت، والله ما طلبته، يهبك، يهبك من دون مقابل، كمان من دون مقابل، ما هو بحاجة مقابل، هو مو بحاجة مقابل سبحانه. طيب، استثمار هذا الاسم في حياتنا، إنك تستنشق هذا الهواء وتقول هذا من هبات ربي، إنك تنظر إلى وجهك تقول هذا من هبات ربي، إنك تصدق مع الله في الطلب وتؤمن إيمان قاطع مستحيل الوهاب لا يعطيني، الوهاب يردني، هو اسمه وهاب، اسمه وهاب، اسمه وهاب، كيف يردني؟ ما يردني. يا وهاب، قولوا له يا وهاب هب لي كذا وكذا وكذا، وكثروا لا تخافوا، كثروا. يا وهاب، يا وهاب، قولوا له يا وهاب هب لي شفاء، يا وهاب هب لي يا وهاب هب لي زوجة، يا وهاب هب لي زوج، يا وهاب، يا من تعطي، يا من تعطي من دون مقابل، يا ربي إنك تهبني. وهاب، ما أحسنه وما أعظمه وما أكرمه سبحانه. هذا الاسم الجميل حبيت إني اليوم يعني هيك ما شاء الله نتكلم فيه. اي والله، قل يا وهاب، بس استشعر هالمعنى الجليل. يا الله ما أحلى هذا الاسم، وهاب. وهاب كثير الهبات، كثير الهبات. يا وهاب، يا وهاب، يا وهاب هب لي من لدنك رحمة، هب لي من لدنك زوجة، هب لي من لدنك زوجا، هب لي من لدنك هداية، هب لي من لدنك صحة وعافية، هب لي من لدنك وظيفة، هب لي من لدنك نصرة على من ظلمني، هب لي من لدنك نورا وهداية وحكمة تملأ الآفاق. يا وهاب، قولوا له، قولوا له. طب ما يسمعنا الآن، يسمعكم الآن، أيوة يسمعكم، إيه. والآن هو رب العالمين سبحانه وتعالى يعني يعظم هذا المجلس. ليه؟ لأنه مجلس ذكر. قال من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أنا الآن أعظم الله في قلوب الخلق، ويأبى الله إلا أن يعظم شأن من يعظم ربه، ويأبى الله إلا أن يرفع ذكر من يرفع ذكر مولاه. يأبى الله. عظموا الله يا أخواني في قلوبكم، عظموه، عظموه. والله العظيم يا أخواني إنه لما أنت بتعظم رب العالمين من خلال أسمائه وصفاته، والله إنك تعمل حصانة لقلبك من وسوسة الشيطان، ومن إفساد المفسدين، وممن يحاول أن يخذلك، وممن يحاول أن يقنطك، وممن يحاول إنه الآن يعني يولد في قلبك القنوط والانتحار والدمار. يا جماعة، كيف أنتحر إلهي وهاب؟ كيف أخاف إلهي وهاب؟ كيف 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 أنا أحزن إلهي وهاب؟ هو قال عن نفسه وهاب، قال أنا وهاب. وإحنا نقول اسم عن سمى. في ناس يسمي حاله اسم، مثلا واحد اسمه كريم وهو بخيل، واحد يسمي اسمه شجاع وهو من أجبن الخلق. لكن الله سبحانه وتعالى
أسماؤه دالة على ذاته وعلى صفاته سبحانه وتعالى. نكتفي، وإن شاء الله نغلق البث ونعود لكم بالتأويل إن شاء الله فورا إن شاء الله سبحانه وتعالى. الله يرضى عنكم. السلام عليكم.